الإعلام السعودي يثور غضبا على الإماراتيين بعد تعادل الجزائر مع مصر، ويدافع عن محرز بسبب فلسطين. لن تصدق ماذا قالوا، ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت متضامن مع قطاع غزة اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد تعادل منتخب مصر ومنتخب الجزائر في المباراة الودية التي أقيمت في مدينة العين الإماراتية، وشن الإعلام الإماراتي يعقوب السعدي هجوما شرس على النجم الجزائري رياض محرز بسبب فلسطين، وقال: أنا شاهدت مباراة مصر والجزائر، فمحرز لاعب مستواه متواضع جدا ولا يستحق أن يلعب في مانشستر سيتي ولا الأهلي السعودي. ورد عليه الإعلام السعودي وليد الفراج، وصرح لموقع سعود سبورت منذ قليل وقال: محرز يقدم مستويات عالية مع الأهلي السعودي، فهو الذي صنع الهدف في ديربي السعودية في مباراة الأهلي والاتحاد، وتلاعب طوال المباراة بدفاعات اتحاد جدة، فأنتم لستم راضين عن رياض محرز بسبب التطبيع مع إسرائيل، فكان رحيل محرز عن مانشستر سيتي بسبب الحكومة الإماراتية، فهي تمتلك نادي مانشستر سيتي، فمحرز تلاعب بمدافعين مصر طوال المباراة، فمحرز يستحق لقب فخر العرب، فهو يحارب من أجل نصرة فلسطين. وفي النهاية لو أنت متضامن مع القضية الفلسطينية اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.